سلام. بغيت فقط نعلم بزاف ديال الشباب وبزاف ديال الشابات انه راكم ماشي من الناس اللي كانوا شراو البيتكوين في 2009 وسدوا عينهم وحلوا لقاو داك البيتكوين طلعوا وباعوه وداروا لاباس دغيا. راك ماشي هذاك الشخص اللي غادي يمشي يتزوج واحد السيده اللي هي كبيره فلاش خدمات حياتها كامله وجمعات الفلوس وجيتي نتايا وخديتي دوك الفلوس باردين. راك ماشي هذيك البنت اللي غادي تمشي تلقاي شي واحد اللي هو كبير فلاج وغادي تلقايه انه غادي يعطيك اي حاجه بغيتيها ويشري لك الهدايا ويشري لك هادشي هذا كامل. راك ماشي واحد اللي تولدتي ولقيتي والديك لاباس عليهم وديجا عندهم فلوس وكنت كتستمتع بدوك الفلوس ديالهم. راك ماشي هذاك الشخص اللي غادي يجي غادي تعطي درهم وغادي تضوبل ليك من طرف شي واحد اللي انت ناعس وهو كيضوبل لك في الفلوس ديالك. هادشي هذا راه ما كاينش. لهذا بغيتكم تفهموا وتوعوا بان هادشي هذا ما كاينش. وراك ماشي هذاك السيد اللي غادي يجلس في واحد الدوله معينه وغيجيو يدقوا عليك شي نهار وغيعطيوك خنشه ديال الفلوس وغيقولوا لك ها انت راه ربحتي معنا هاد الخنشه او لا غتكون ربحتي في شي لوطو معين. راك ماشي هاد الشخص هذا. لهذا ملي ما كنكونوش هاد الناس هادو دونك شنو خصنا نديرو؟ ملي كتكون مقاول وكيكون عندك واحد المسؤوليه وكتكون عندك واحد هذا واحد الفريق وكيكون عندك واحد الامور اللي هما كثار، فانت كتاخذ القرارات المناسبين ليك وانت كتاخذ الامور اللي غادي خص التيم ديالك او الفريق ديالك او بزاف ديال الناس يتبعوك على هذوك القرارات. انت كتشوف الامور كيفاش كيكونوا، انت كتاخذ القرارات الصحاح. بطبيعه الحال كتسمع ولكن ما كتسناش، ماشي كنتسنى حتى نسمع عاد ندير داكشي يعني صافي تقال خصني نديرو. لا، خاصك انك تحلل وتعرف واش الامور منطقيه ولا لا. ما كنفهمش دوك الناس اللي كيقولوا لكم راه ولينا فلوسكم ونضوبلوهم. منين كتفهم كيفاش كتلقاها منطقيه؟ ارى لي فلوسك نضوبلهم زعما كتبان لكم منطقيه؟ لهذوك الناس اللي كيمشيو لهم فلوسهم بهذه الطريقه هذه تتبان لك منطقيه؟ تعطي درهم لشي واحد ويرجع 2 دراهم منطقيه؟ زعما كي انت جالس ناعس وضوبل هذيك، ما شريتي اسهم في جوجل، ما شريتي اسهم في امازون، ما شريتي اسهم في شي شركه في تسلا وعطيتيهم لشخص عادي بحالك بحالو بيتيت انت كاع واعر عليه وغيضوبلهم ليك. لا، هذا غلط. لهذا خاصكم عافاكم تكونوا كتحللوا الحاجه. ما باقيش تسنى، كنتسنى الاخر تا هو تيشد العطله باش انني نبدا معاه، كنتسنى هذا تيجي من السفر باش انني نبدا معاه. ديجا خالفتي قانون ديال المقاوله الا كنتي كتسنى في شي حد. ديجا خالفتي. اوكي، من البدايه بديتي فاش نتا ديجا بديتيها ما هياش. كنتسنى في الاخر حتى يجي تنتشاور عاد ندير. ديجا خالفتي انت الامور ديالك كاملين. ديجا انت يا انسان ما عندكش القدره انك تاخذ القرار وانك تتبع داك القرار اللي خديتي، كتسنى واحد اخر ياخذ القرار في بلاصتك. لهذا ملي غادي تكون CEO او ملي غتكون مدير ديال الشركه ديالك في المستقبل غتبقى تسنى تتشاور مع الناس اللي بيتيت ما عمرهم داروا شي حاجه ولا بيتيت ما عمرهم فهموا شي حاجه. ما يمكنش. لهذا ديجا خالفتي القانون في الدقه الاولى. ما كتشاور مع حد وما كدير حتى شي حاجه وانت كتسنى في ناس وحدين اخرين. كتبدا وانت الناس كيوليو يتسناو امتى يتلاقاو معاك. انت الناس كيوليو كياخذوا الرونديفو باش يهضروا معاك. انت كيولي عندك قيمه لانك انت بديتي الامور ديالك وبقيتي غادي كتطلعهم بشويه بشويه. خاصكم تفهموا انه ملي كتكون مقاول وملي كيكون عندك واحد البوفوار، فلهذا دوزو للاكشن، دوزو لانك تخدم وانك تحرك اكثر. كل نهار دير اكثر من البارح، كل نهار دير اكثر من البارح. واخا كيبان لك راسك ما كتربحش، راك غير غادي في البروسيس ديالك. اوكي، حتى كتلقى راسك ربحتي شويه اللي اول فكره كتجيك من مورا ما كتلقى راسك ربحتي شويه لانك ميزنا منها، وهي درت بزاف وخديت شويه. يكون متاكد الا بقيتي مكمل غتولي دير شويه وتاخذ بزاف. علاش؟ لانه كدير بزاف باش كتاخذ شويه. بحال داك الشخص اللي كيربي العضلات كتلقاه كيتريني 4 سنين 5 سنين باش يوصل لواحد النيفو، ولكن كيولي يقدر كاع ما يترينيش سيمانه ويبقى في نفس النيفو ديالو او اللي هبط غير بشويه ويعاود يرجعوا دغيا لان الميسكول عنده ميموار. نفس الحاجه هنايا في البيزنس، فكتمشي بزاف وكدير شويه وديك الساعات كتولي كدير شويه وكيجيك بزاف. علاش؟ لانك ديجا بنيتي. اوكي، ديجا بنيتي. دونك خاصكم تبنيو، وهذه المرحله ديال انكم تبداو تبنيو الامور ديال المغزى من هذا الميساج هذا، وهو انه ما كاينش طريق اسرع. ما تقدرش تحرق المراحل، كاينين مراحل. واي واحد شفتيه الا قال لك راه حرق المراحل اعرفوا راه باغي ينصب عليك ولا باغي يدير لك شي حاجه ديالك. ما كاينش حرق المراحل. حتى شي واحد ما دار شي حاجه هو حارق المراحل. مرحله بمرحله كاينه. انت اوبليجي ليك او لا بزز منك انك تتبع المراحل. والغريب في الامر انا بزاف ديال الناس ما باغينش يتبعوا دوك المراحل. شحال من واحد كتقول ليه هز التليفون كونفيرمي كيقول لك وانا نكونفيرمي علاش ما نجيبش لي كونفيرمي ليا. هنا انت بغيتي تحرق المراحل، انت ما عرفتش كونفيرمي وما باغيش تعلم تكونفيرمي وما باغيش تعرف القواعد ديال الكونفيرماسيون. انت هنا حرقتي المراحل وبغيتي توصل دغيا ما يمكنش لك. او ملي كتقول شي واحد جلس كيقول لك وانا نجلس حدا بيسي ونشد ونصيب سطور عاوتاني ونضربطو بنون الدومين وهادشي ديجا كاين في يوتيوب. حنا عارفين، ولكن اللي حنا عارفينه اكثر من انه كاين في يوتيوب انك انت انسان فاشل ما قادرش انك تشد داكشي اللي في يوتيوب. لهذا ما عمرك كدير شي حاجه.
فبهذه السهوله هذه ممكن توصل داك خونا وتفوتوا الى هو بطبيعه الحال كان حابس في واحد النيفو معين اولا كان ما كيزيدش اولا ما كيتطورش. لهذا خاصكم عافاكم تحطوا في دماغكم هاد الامور هادو اللي غادي نقول لكم. يو نيد سكيلز، خاصكم مهارات. الاغلبيه ديال الناس ما باغيينش المهارات، باغيين بحال قلتي شي سر، باغيين كيقول لك اوكي شي سر اللي انا بوحدو اللي نعرفو واللي ندير. السر كيبقى سر، يعني الا كان شي سر فريمون كاين كيبقى سر، اوكي دونك ما تيتقالش. مي اللي خاصك تفهم الحاجه اللي هي مضمونه وهما المهارات. خاصك مهاره البيع والاقناع، مهاره ديال التسويق، مهاره ديال كيفاش تسير فريق العمل. راه يقدر انه انت يكون عندك فريق عمل ولكن انت ما عارفش تسيره، ما عندكش المهاره ديال هاد التسيير هذه، ما عندكش امتى تكون زوين، امتى تكون قاصح، امتى تعرف تدخل ناس جداد، امتى تخرج الناس اللي ما خدامينش، انت ما عارفش هاد الامور هادو. لهذا كيخصكم مهارات، وركزوا عافاكم على السكيلز ديالكم والمهارات ديالكم، هما اللي غيخليكم انكم توصلوا لذاك النيفو اكبر وتبيعوا بزاف وهكا غتربحوا بزاف. اول حاجه اللي خصنا نديروها هو خصنا اكسبتيو في الدماغ ديالنا ولا في اللاوعي ديالنا انه حتى حاجه من هذا الشيء هذا راه ما كاينه. غتقول لي لا راه كاينه والله الا واحد خونا كنت شفتو بحال هكا. كاين واحد الاحتمال ضئيل جدا انك راك فايت لك شريتي البيتكوين وطلع، اولا راه فايت لك لقيتي شي زهره ولا شي حاجه بحال هكا. مي حنا ما كنقلبوش على الزهر، حنا كنقلبوا على الحاجه اللي هي مضمونه. الاخوان والاخوات ما تبقاش تقلبوا على الساهل، قلب على الحاجه اللي مضمونه. وديك الساعات كانت صعيبه ولا كانت سهله ديرها ولكن مضمونه، اللي هي اش؟ البيع والشراء. نبيع ونشري. الفرق ما بين اللي كيربح بزاف واللي كيربح شويه هو شحال باع الاخر وانت شحال بعتي. وهذاك باش باع بزاف فلانه عنده اشارات بزاف، تيق في الاشارات بزاف، عنده فريق عمل اكبر، عنده بيجي اكبر. وانت باش غتبيع شويه لانك يلاه بادي وباقي ما بنيتيش التيم ديالك وباقي ما جمعتيش الكابيتال ديالك وباقي ما درتيش اشارات بزاف. فانت جزء من البروسيس يلاه بديتي وغادي تقدر توصل لك هنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.